ما بيحبوش الأوامر المباشرة، بيسألوا ليه في كل حاجة، بيفكوا الحاجات كده علشان يفهموا بتشتغل ازاي. ولو بقى قفلنا على الشغف ده تحت مسمى الأدب، احنا ساعتها بنطفي لمبة عبقرية جوه ابننا. وهنا بقى علشان تحولي الشغف ده لنجاح لازم تطبقي الثلاث خطوات دول. حولي الله لتجربة، بدل ما تقولي بلاش تبوظ اللعبة قولي له تعالى نكتشف دي بتشتغل ازاي. وفري بيها أمنة للمخاطرة، هاتلهم أدوات وألعاب وألوان وسيبيهم يغلطوا. التعلم من الغلط هو اللي صنع ماري كوري. ادعمي الاختيار، خليهم يختاروا الحاجة اللي بيحبوها حتى بعد إذنك يعني لو مش عجباكي. الشغف هو الوقود الذهبي اللي بيخلي الطفل يقعد يذاكر 10 ساعات من غير ما يحس بالملل. فأهدأ مما يبدو بنقولك إن ورا كل طفل دماغه ناشفة بطل مستني الفرصة. وقوليلي في التعليقات إيه أغرب حاجة ابنك أو بنتك فكوها علشان يكتشفوا بتشتغل إزاي. أشوفكم الحلقة الجاية. أنا شيماء عبيد، وخليكوا دايما أهدأ مما يبدو. وما تنسوش لينك الكتاب.